وحوش حوش 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 دي وشوش دي ولا وحوش ولا ديابة في غابة في عالم معرفوش وبيوت دي ولا خيوط شباك العنكبوت واحنا في نومنا ويومنا نرحل من موت لموت ده احنا في نومنا ويومنا نرحل من موت لموت الفجر طارح ليل والشمس كرهة الظل والليل عليه اختل شارب كاسات الذل الفجر طارح والشمس كرهة الظل والليل عليه اختل شارب كاسات الذل وليه يا دنيا ليه سكانة سرقانة بالغالي شريرة الرب بيعانة وليه يا دنيا ليه سكانة سرقانة بالغالي شريرة الرب بيعانة مين اللي ظالم مين الارض ولا الناس اللي قلوبهم طين واللي قلوبهم ماس ليه خلفالك بيدور والكون ما يعرفون ومين غير ابن ادم على القضا بيسور ايه الشر بيناديه من اول الطوفان واللي فؤاده سليم ما ادعسه انسان حوش 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 دي وشوش دي ولا وحوش حوش 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 دي وشوش دي ولا وحوش ولا ديابة في غابة في عالم معرفوش الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. أنا فين؟ في المستشفى. جبت لنا ولد زي القمر. ولد؟ أنا ولدت. الحمد لله يا حبيبتي. هو فين؟ امتى؟ امتى؟ لما ربنا أراد يا روحي. كل شيء في ميعاده. المهم الحمد لله على سلامتك انت. الله، انت فين بتاعي شايلها لوحدها؟ مش تروح تقول لها الحمد لله على السلامه؟ طبعا هروح لها، بس انا قلت اطمن على البيبي جنبي. يا نور عيني يا روحي زي القمر. انت ايه دلوقتي؟ ربنا يستر، لكن الحمد لله لغايه دلوقتي هو كويس. الحمد لله. بعد اذنك لو كنت عايز اي حاجه انا مروحه. لا اتفضلي اتفضلي. باي باي.
الو، سعاده الباشا؟ ايوه سعاده الباشا، انا سعيد جدا يا فندم بهذه المفاجاه. يا فندم دلوقتي حالا؟ فين يا باشا؟ مستشفى؟ مستشفى ايه يا باشا؟ عارفها كويس قوي يا باشا. حاضر، تؤمر سعادتك. مع السلامه يا فندم. تليفون محمول حته واحده يا باشا. يا سلام، اقل منها. ده انت باش مهندس قد الدنيا، غيرش بس الظروف. خد يا حبيبي، خد امسك، تطلع من هنا على اقرب محل تشتري تليفون محمول على طول. والله يا باشا انا مش مصدق ان في لسه ناس طيبين وكويسين زي حضرتك كده. فؤاد يا اخويا، اذا كان في اشرار بيحاولوا يشوهوا صورة الدنيا الحلوة والعلاقات الطيبة بين الناس وبعضها، فتأكد ان الاشراف والمطحونين واصحاب الحقوق الضايعة واقفين لهم بالمرصاد لحد ما تجيلهم الفرصة ويقضوا عليهم وياخدوا حقهم. ساعتها بقى الدنيا هتضحك لهم وتديهم كل اللي عندهم. امتى بس امتى؟ ما تستعجلش، إن غدا لناظره قريب وعلى الباغي تدور الدوائر. اسمع، مع السلامة انت دلوقتي عشان جمال جاي، بلاش يشوفك معايا. متشكرين قوي يا باشا، متشكرين قوي. ما تنساش تشتري التليفون. لا يلا 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 انت، يلا حالا هجيب حالا. اتأخرت عليك. ايه؟ لا بالعكس، ده انت جيت في ميعادك بالظبط. تلعب؟ وماله؟ موجود. مساء الخير. أنا اللي محيرني حكاية الأوضة اللي ورا الفيلا دي. الأوضة دي أكيد فيها سر. هيكون فيها إيه يعني؟ ما هو ده اللي محيرني، ده حتى برهان محرج على جلال إنها تهوب ناحيتها. ما يكونش بيخبي البضاعة في الأوضة دي. هو ده بالظبط اللي أنا فكرت فيه. طب سيب لي الموضوع ده، أنا هتصرف. هتعمل إيه يعني؟ مالكش دعوة أنت بقى. أنا هتصرف. أوكي. أنا خلاص ولدت. أيوه، وهتروحي دلوقتي على الفيلا. طيب فين البيبي؟ أنا عايزة أشوفه. هتشوفيه. إمتى؟ هو فين؟ موجود في الحضانة. حضانة؟ ليه؟ ماله؟ ده إجراء طبي عادي بالنسبة للأولاد اللي بيتولدوا قبل الميعاد. اديني الريسبشن لو سمحت. صباح الخير، أنا برهان الباس. لو سمحت ممكن تحضر لي عربية إسعاف عشان تنقل المدام للبيت؟ طيب لو سمحت اتصل بيا أول ما توصل. متشكر أوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي انا سامعاه ده؟ تعالي يا لهوي، ايه اللي معاك ده يا راجل؟ عيل، صوت عيل، شايفاه؟ عيل. امال ماذا؟ ما انا عارفه انه عيل. انت جبته بقى منين ان شاء الله؟ ده إيه؟ لا بقى قول لي ان انت لقيته قدام باب جامع. ده ابن الباشا. باشا مين يا رضوان؟ برهان باشا يا ولية. انت هتجنني يا رضوان. يا رضوان قول لي ايه الحكايه بالظبط؟ ده هي اللي تكون اتجوزت عليا يا رضوان. اتجوزت عليكي؟ وانا انهبشت عشان اتجوز عليكي تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الخلق ماشي انت يا رضوان بالظبط. يا ولية الصبح وقولي يا صبح. امال جبته منين يا رضوان؟ انت هتجنني. ما قلت لك ابن برهان باشا. ليه؟ هو الباشا بيفرق عيال؟ رضوان انت جننتني خلاص. اقول لك الحكايه؟ قول. السر كبير. قول بس قول. ألف مبروك يا باشا على تشريف الباشا الصغير. متشكر يا فهمي. مالك يا باشا؟ مزاج سعادتك متعكر شوية. فعلا شويتين يا فهمي. ليه يا باشا كفالة الشر؟ لأن معلوماتك كلها يا فهمي بقت في شنك. الظاهر إن أنت خلاص كبرت علينا وبقيت تكلفت في شغلك معلوماتك. معاش اللي يكبر على سعادتك يا باشا. وبعدين أنا بشتغل بما يرضي الله يا باشا. إذا كنت قصرت في أي حاجة سعادتك ارشدني، نبهني، نورني يا باشا. ده أنا تلميذك وخدامك. لا 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 لا. احنا هنرجع للأوانطة تاني يا فهمي. أنا يا باشا؟ لا أنا. المهم خلينا في الأهم. أنت فاكر الواد اللي اسمه فؤاد؟ فؤاد مين يا باشا؟ الواد المهندس اللي كان صدر قرار بهدم البيت اللي كان ساكن فيه مع أمه. افتكرت. فؤاد مش ده الواد اللي لا مؤاخذة كان بيعكس الهانم قبل سعادتك لا مؤاخذة ما تتجوزها؟ ايوه يا سيدي، هو اللي كان بيعكس الهانم قبل ما انا اتجوزها. فاكره يعني؟ طبعا يا فندم فاكره. انا بقى عايزك تجيب لي الواد ده من تحت تقاطيع الارض. حاضر يا باشا. بس يا ترى يا باشا تقاطيع الارض دي تبقى فين؟ اصل الحكايه دي حصلت مده طويله قوي، والواد ده من يوميها على فكره اختفى، محدش شافه ابدا. محدش عارف اذا كان عايش ولا ميت. لا من ناحية دي اطمن، ده عايش وعايش وعايش وبيتنطط لي زي القرد كل شويه. بيتنطط لسعادتك؟ بيتنطط لسعادتك فين يا باشا؟ بقاله كام يوم كده بيحوم حوالين الفيلا. معقولة الواد ده قبل من تاني ولا تالت؟ هي قضية يا فهمي. بقول لك عايز اشوف الواد ده، انا عايز اشوف، وتجيبهولي دلوقتي يكون احسن. حاضر يا باشا حاضر. هيكون قدام سعادتك فورا من امبارح لو حبيت. بس انا متهيألي يا باشا لو انا شفته مش هعرفه. انت ما تعرفوش؟ ده انت لو شمشمت عليه هتشم ريحته زي الكلب. هو على كل حال يا فهمي انت باين عليك خلاص ما بقتش فهمي بتاع زمان. المهم تقدر تروح من قدامي دلوقتي، بس يكون في علمك انا عايزك تجيب لي الواد ده من قفاه. فاهم يعني ايه من قفاه؟ فاهم يا باشا فاهم. حاضر يا باشا. عارف يا باشا لو في بق سبع في افريقيا او في جبال الهيمالايا هجيبه يركع قدام سعادتك. بس ايه يا فهمي؟ يعني اوامر سعادتك بحرية الحركة، يعني اسافر هنا اغيب يوم 2، ادخل جوه الفيلا يعني اراقبها من بره. اشمعنى الفيلا يعني؟
ساعتك مش بتقول ان هو بيحوم حوالين الفيلا؟ ما هو معروف طبعا يا باشا ان المتهم بيحوم حوالين مكان جريمته، ولا ايه يا باشا؟ لا كلامك صحيح مظبوط يا فهمي. على كل حال لو عرفت تجيبهولي هيبقى لك عندي مكافأة كبيرة قوي قوي قوي. يا باشا يا باشا خير سعادتك مغطينا من فوقنا لتحتينا. صدقني يا فهمي مكافأة ما كنتش تحلم بيها. للدرجة دي يا باشا؟ مكافأة كبيرة قوي مساحتها حوالي فدانين، أرض زراعية في طريق مصر اسكندرية الصحراوي. من أرض سعادتك يا باشا؟ قدام أرض سعادتي، قريبة من أرض سعادتك وسعادة كمال بيه. في اكتر من سبب خلانا نشتري غسالة توشيبا العربي وام رحيم. اولا الموتور. قصدك الموتورين؟ موتور حوض الغسيل بيتحرك في اتجاهين، عشان كده بينظف اكتر، وبالزرار ده احول الميه لحوض الشطف والعصر، وبعد ما الغسيل يتشطف اقفل الميه واسيب الموتور يعصر الغسيل وبيطلع تقريبا ناشف. كل ده وبتحافظ على كل انواع القماش، يعني لا ينسل ولا يوبر ولا زرار يطير. تاني سبب الامان. جسم الغسالة من مادة مستحيل توصل كهرباء وعمرها ما تصدق. عشان كده احنا سايبين واحده في المصيف على طول. ثالث سبب مهم في غسالة توشيبا العربي التوفير في الميه والكهرباء، ولاني بغسل فيها باي مسحوق. وسعرها مفيش اريح من كده، ومضمونة 5 سنين. يا صباحك عايز ايه؟ عايز اقابل الباشا يا استاذ بحر. عايز تقابل الباشا ليه؟ صباحك ده هو اللي طالبني. انت الباشا عايز يقابلك انت كده حته واحده؟ امال حتت؟ هو يا اخويا اللي عايز يشوفني. ما كنتش هتدخلني انا هرجع على مكتبي. لا خش يا اخويا خش، قلبي داعيلك خش. اما عجايب البلا والتعامل اللي تاخدها العمشه. رضوان بقى اعدي عليهم في الحسابات. انا اديتهم تعليمات انهم يصرفوا لك مبلغ كده من تحت الحساب، ويا ريت لو تقول للست بتاعتك تاخد بالها كويس من الولد. طمن يا باشا، ابن حضرتك في الحفظ والصون، بس صحته مش عاجباني يا باشا. عارف يا رضوان، عشان كده انا هشوف له دكتور اطفال كويس يتابع حالته. كمان هشوف لكم ممرضه تسهر معاكم بالليل عشان ما يسبب لكمش اي ازعاج. يا باشا مفيش ازعاج ولا حاجه، ده انا حتى مراتي فرحانه بالعيل قوي ومبسوطه بيه وعاملاه زي ابنها بالظبط. اطمن حضرتك صحته بكره تبقى زي الفل. متشكر يا رضوان، روح انت دلوقتي. اسمع كلام يا فؤاد، برهان حطك في دماغه. ما هو حطني قبل كده، لكن دلوقتي ما يقدرش. اصلي عرفت اكسر دماغه كويس. انا بحذرك، الفيلا بتاعته دي ما تهوبش ناحيتها خالص. محدش عارف هو مدبر لك ايه. فهمي بيه يعني هيعمل ايه اكتر من اللي عمله يعني؟ لا ممكن يعمل حاجات كتير يا اخويا، ممكن يقتلك. ده انا كنت اخلص عليه قبل ما يفكر يمد ايده حتى. طيب خليك حريص جدا معاه. عارف لو برهان عرف مكانك هيدمرك.
ايه اللي يوديك انت عند جيلان؟ بدل ما تروح لها كلمها في التليفون يا اخي. ماشي. ايوه يا باشا صدقني، انا شفته بعناية دول وهو راكب عربيته بالاماره مع مراته كمان، عربيه مرسيدس سودا اخت بتاعت سعادتك بالظبط. اخت بتاعت سعادتك ايه؟ ده يمكن موديل احدث منها، ده غير الفيلا اللي في 6 اكتوبر. فيلا في 6 اكتوبر كمان؟ ايوه يا باشا، وكتب العقد الابتدائي والعقد النهائي بعد ما يدفع بقيه الثمن ويسجل في الشهر العقاري. فهمي، انا عايز اخبار فهمي بسرعه، وعايز اعرف ايه علاقته بجمال بالظبط. لا 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 لا، هو انت؟ السلام عليكم. وعليكم. انت عايز ايه يا فندم؟ صراحة العبارة هي انا جاتي في ايه الزعل؟ الافندي ده تتهانم هيصب علينا كل يومين وهيسأل عن مزمزين عالية. طب استنى انا جاي. اهلا وسهلا يا استاذ، ممكن اتعرف بحضرتك؟ أنا خالد محاسب في بنك. تشرفني. حضرتك عايز عليا ليه؟ حضرتك تعرفها؟ يعني أعرفها من بعيد كده، كنت عايزها بكلمتين. احنا ما عندناش مانع، بس هي الحقيقه مش موجوده دلوقتي، هي مسافره البلد. ان شاء الله لما ترجع بالسلامه هنديها خبر. شكرا أوي. اشد انهار اقطع دراعي ان كانت جدع دي قريبة. خليك في شغلك ومالكش دعوه بالحاجات دي، يلا. حاضر. ما قلتليش يا جنيدي بيه، ما عرفتش مين الباشا الجديد ده اللي دخل السوق؟ لا باشا ولا حاجة يا باشا، ده راجل كده بينزل بضاعة على قده. على قده؟ على قده ويضرب السعر؟ ده يبقى معلم كبير قوي قوي قوي. واضح كده انه بيحاول يسحب السوق مننا. ما تقلقش يا باشا، وبعدين دي مش قضيتنا لوحدنا، واذا حبينا نعرف الراجل ده هنعرفه ونجيب قراره. ما يكونش اللي دخل السوق ده جمال؟ جمال تاني؟ بصراحة انا مش مستريح للولد ده. بسيطة، السفرية الجاية نراقب جمال كويس ونعرف كل حاجة. قول يا جنيدي بيه، الجماعة اللي بيتعاملوا مع الباشا الجديد ده ما قدرتش تعرف منهم اي حاجة عنه؟ انت عارف يا باشا ان دي اسرار شغل، ومش ممكن حد من العملاء يتكلم لانهم بيبقوا دواير مغلقة. على كل السفرية الجاية هتكشف لنا كل حاجة. حاضر يا استاذ، حاضر. انا قلت لحضرتك ان احنا بعتنا ننده لها. افندم يا ابو القصار. تليفون علشان خاطرك يا حبيبتي، بس باين عليه مستعجل قوي. مين يا فندم؟ مين؟ حلو. ايه لحقتي تنسيه؟ عن اذنك عشان تاخدي راحتك على الاخر. الو افندم يا استاذ حيرم، انا مش سابقه وقلت لحضرتك بلاش تتصل بيا هنا في الدار. يا استاذ حيرم الكلام اللي بتقوله حضرتك ده ما منوش اي فايده. نعم؟ لا طبعا، ولا المكتب. ايه بتقول ايه؟ بقول لك انت مراتي. حاضر دي هنتكلم فيها بعدين. الله، طب والمكتب ذنبه ايه؟ والقضايا اللي انت ماسكاها؟ لا مكتب ولا قضايا يا استاذ حيرم. صراحة بقى حكاية مراتك دي يعني ده ما كانش اتفاقنا. يا ترى فاكر ولا فكرك؟ انا ماليش دعوة بالمشاكل والقضايا اللي بينك وبين مراتك، انا ليا دعوة بس باللي اتفقنا عليه. ويمكن ده بس اللي خلاني اوافق على حكاية الجواز العرفي. استاذ حيرم لما تنفذ اللي اتفقنا عليه ابقى اقابلك. ضرة، انا هجيلك، انت وحشتيني قوي، انا بحبك،
بحبك وما اقدرش استغنى عنك. ايه؟ تجيلي الدار؟ ايه الصوت اللي عندك؟ انت فاتح الراديو؟ لا ده مش صوت راديو، ده انا اللي بعيط. خلاص مادام مصمم انا موافقه اقابلك. طب امتى؟ حاضر، مع السلامه. الله 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 الله، ده مين ده اللي انت بتحبيه يا استاذه دره؟ قبل اسهر. الله، وتشتروا ارض ليه؟ ما الارض موجوده. انا عندي حته ارض ممتازه على طريق الاسماعيليه، تنفع شونه تشونوا فيها الحديد والاسمنت وكل اللي انتوا عاوزينه، وعلى الطريق الاسفلت. والله فكره يا فواز، وهي البضاعه جايه من بورسعيد يعني على الطريق. وهتاخد ايجار قد ايه يا فندم؟ بسيطه يا باشا، مفيش فرق بين الاحبه. لا يا حبيبي، انا احب ان كل حاجه تبقى واضحه. يعني هتكتب لنا عقد ايجار بالقيمه وانا تحت امر سعادتك، بس لازم العقد يكون غير محدد المده. في دي بقى اسمحوا لي اعترض، انما يعني نقدر نقول سنتين. ما عندناش مانع وانا جاهز. طبعا اسلوب، انا هتكلم مع فواز على القرار. الله، احنا هنبتدي بالاسرار من دلوقتي ولا ايه؟ معلش يا فندم، دقيقه. اتفضل يا بيه. اتفضل. هو انت لازم تعرف كل حاجه يا فندم، في شغل بيننا وبين بعض. ماشي يا سيدي. ايه يا محترم؟ انا مش مطمن لحكايه الارض بتاعت فهمي. ليه؟ مش في عقود؟ احنا مش هنأجر منه الا لما نشوف عقد ملكيته للارض. ايوه يا فواز، انت عارف في الارض دي هنحط بضاعه بقد ايه؟ باللي حليتها كله. يعني لو حصل كده ولا كده هتروح الارض باللي عليها. على العموم اطمن، احنا مش هنأجر منه الا لما نشوف ورقه كله سليم ولا لا. يلا بينا. ازاي دلوقتي؟ كويس. برهان، نعم. انا عايزه اشوف ابني. بعدين يا شيخ، بعدين. بعدين انت كل مره تقول لي هتاخدني عشان توريهولي وبعد كده تهرب مني. في ايه؟ قلت لك بعدين وبعدين بطلي ذنب بقى. مفيش حاجه اسمها بعدين، انا عايزه اشوف ابني ودلوقتي حالا. اوه، ابنك مات. ازاي؟ زي اي حد ما بيموت، مات في المستشفى. مش ممكن مات وانا ما شفتوش، مش ممكن. انت عارفه كويس قوي ان صحته كانت تعبانه وانه كان ناقص النمو وحطوه في الرعايه الخاصه، ما استحملش، ما قدرش يكمل، خلاص نصيبه كان كده. انت اللي قتلته يا برهان، انت اللي قتلته. وبعدين معاكي بقى يا شيماء، احنا هنقلبها مندبه ولا ايه؟ ما قلت لك مات خلاص، زي كل يوم وكل دقيقه وكل ثانيه في ناس بتموت. انت السبب يا برهان، انت السبب. انا السبب؟ في ايه بقى يا مجنون؟ انت اللي مجنون وقاتل. قاتل؟ شوفي بقى، انا لحد دلوقتي ما قتلتش حد، لكن ما عنديش مانع ان اعملها ودلوقتي حالا لو ما بطلتيش الجنان بتاعك ده. اقتلني يا برهان، اقتلني لو كنت راجل. امشي قدامي. طلعني. قلت لك قبل كده برهان ما بيطلعش، وبعدين انا سبق وحذرتك يوم ما سبت البيت، والنهارده جه يوم انت هتخرجي من البيت ده زي ما دخلتي، بكره الصبح اصحى من النوم ما شفتش خلقتك قدامي، فاهمه ولا لا؟ ولو تحب دلوقتي ممكن يكون احسن برضه.
ايه اللي معادك هنا الساعة دي؟ بتفكري في حبيب القلب فؤاد مش كده؟ خلاص بقى، كفايه كده جنان، كفايه يا اختي عشان خاطري. ربنا عالم ومطلع وهو قادر على كل شيء، بس عشان صحتك يا جنان بقى. لا حول ولا قوة إلا بالله. بقى برهان يعمل فيه كده كله، تولدي وابنك يموت وأنا ما أعرفش؟ أمك كانت فين؟ ما كلمتنيش ليه؟ واخوك الباش مهندس كان فين من ده كله؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وحد الله وحد الله يا حاج احمد، اصبر، كل شيء وله نهايه. ايوه كل شيء وله نهايه. دي نهايه احمد فجر الدين وقلب. كل واحد ماشي في طريق لوحده، ومين عارف هنتقابل في طريق واحد تاني ولا لا. سويسرا يا باشا حته واحده. وليه لا؟ اهو تتفسح لك يومين انت والمدام. انا والمدام يا باشا؟ دي المدام عمرها ما سابت مصر. انا متهيألي ما تعرفش تروح شبرا يا باشا. عموما يعني حضرتك مجهز كل حاجه؟ ايوه يا رضوان، انا هبعت فاكس احجز لكم في اللوكاندا اللي هتنزلوا فيها، واول ما توصل ان شاء الله في واحد مصري هناك هيقابلك اسمه كمال الطناني، هيجي لك لحد عندك ويخلص لك كل حاجه، وبعدين انا هبتصل بيك. واحنا في الخير يا باشا. بس زي ما فهمتك. انت عارف يا باشا سرك في بير غويط 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 قوي يا باشا. ماشي يا رضوان، تقدر تروح انت دلوقتي وحضر نفسك للسفر. ماشي يا سعاده الباشا. السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ محفوظ. عليكم السلام. طريق سلام يا باشا. استاذ محفوظ، في مصيبه هتحصل، مصيبه. تشيلك يا بعاد. مصيبه ايه؟ مصيبه ايه؟ كل ما تشوفني تقول له مصيبه، كل 5 دقايق تروح وترجع وتجيب لي مصيبه. ايه المصيبه اللي انا فيها دي؟ انا سبق ونبهتك اكتر من مره يا استاذ محفوظ، عمليات الشركه محتاجه حديد تسليح واسمنت، وانت فضيت المخازن على الاخر. قول لي بقى، مع تسليم العمليات دي ازف هنعمل ايه؟ ازف؟ ايه الالفاظ دي؟ بقول لك يا اخويا، انت تعب نفسك ليه؟ دي شركه كبيره، مؤسسه كبيره، فيها موظفين كبار، فيها اداره بتتابع الحاجات دي. خليك في نفسك، بلاش الكلام الكبير ده، ما تشنكلش نفسك يا اخويا. يعني افهم من كده يا استاذ محفوظ مش هتدخلني البرهان بيه؟ في الاجتماع يا حبيبي. اجتماع؟ هو في اجتماع النهارده ولا ايه؟ ايوه الباشا قال في اجتماع النهارده. في الاجتماع اقعد في الاجتماع وقول الكلام اللي انت عايز تقوله. يلا يا حبيبي، بديله المصيبه انت. طريق سلام. ماشي ماشي يا استاذ محفوظ. البلة عامل زي البورصه، لا تاذي ولا تاذي، بس تربي في القلب عداوه. انا مسافر مصر دلوقتي حالا، لازم اروح لبرهان وافهمه قيمته. استنى بس شويه، استنى شويه، حد احمد اصبر امال. لا، الراجل ده اتفرعن لان ملقاش حد يقف قصاده، طايح فينا، يلطش في ده شويه ويلطش في ده شويه، انما انا هروح له وهقف قصاده واعرفه هو مين، وهقول له مين الحرامي والنصاب والمزود. انا مش قادر افهم بس ايه اللي كرمكوا عليه؟ هو انا كنت اعرف عنه حاجه؟ انما ست هانم هي اللي اصرت عليه وعملت البحر بحيره وقعدت تنفخ فيه وتكبره في دماغ البنت لحد ما وقعنا على طول رقبتنا، ومين عارف المصايب اللي هتجيلنا بعد كده منه ايه؟ شو بقى؟
بالنسبه لجلال وده المهم، انا شايف انها ترفع عليه قضيه تطلب فيها الطلاق للضرر، وتطلب تعويض لاعتداء عليها بالضرب اللي ادى لموت ابنها. احنا لسه هنرفع قضايا يا بكر، احنا عاوزين نخلص منه ونخلص من شره. ورسمية كمان لازم تسيب الشغل عنده، عشان كده انا لازم اسافر مصر حاجه. استنى بس، استنى عارف تسافر مصر ايه دلوقتي؟ لازم تقعد يومين ثلاثه كده تستهدى وتفكر كويس قوي وتشوف هتعمل ايه، بدل ما ترجع تندم وتقول يا ريت اللي جرى مكان. هو هيجرى ايه اكتر من اللي جرى؟ اقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا برهان. لا مش فيه هو لوحده، ده فيه هو وعزه كمان، كلها حسبنا الله ونعم الوكيل. ايوه حسبنا الله ونعم الوكيل. ايوه حسبنا الله ونعم الوكيل. عشان كده يا برهان بيه كان لازم اطلع سعادتك على الموقف بالظبط. ما بلغتنيش ليه من بدري بالكلام ده يا باشمهندس؟ الاستاذ محفوظ هو يا فندم اكتر من مره اطلب منه ان انا اقابل سعادتك وهو بيطلب، في الاخر اضطريت ان انا اكتب له مذكره فيها الكلام ده عشان يعرضها لسعادتك. الكلام ده مظبوط يا محفوظ؟ يعني بس مش بالصوره الخطيره اللي بيقولها دي. ازاي بقى يا استاذ محفوظ؟ انا اكتر من مره ابلغك ان الموقف بتاعنا خطير والباشا لازم يعرف. طب يا حبيبي ما انا قلت لك قول الكلام ده في الاجتماع، وادي الاجتماع اهو واديك بتقول قصرت فيا انا بقى، حرام عليك. ايه الزنق دي؟ لازم المسامير دي. بلغت محفوظ بالكلام ده من امتى؟ من مده طويله يا فندم واكتر من مره. باشمهندس فتحي، احنا محتاجين حديد تسليح قد ايه للعمليات بتاعتنا؟ كميات كبيره يا باشا، ده غير المقسطين اللي داخلهم الشركه. يبقى مفيش غير ان احنا نستورد احتياجاتنا ونفتح السوق. السوق اتفتح يا باشا. في مركب في ميناء بورسعيد بتنزل حديد تسليح، وفي مركب تانية بتنزل اسمنت من رومانيا. مستحيل، الاستيراد مقفول. باب الاستيراد اتفتح يا باشا. فتح لحساب مين؟ معرفش، بس انا كل اللي اعرفه ان في شونه في طريق الاسماعيليه بينزل لها حديد تسليح واسمنت وبكميات كبيره كمان. مش ممكن الكلام ده. اطلع يا محمد. لا يا باشا لا، ده انا ولعها نار، مش برهان اللي يتلعب بيه من شويه فلافيت زي دول. اهدى بس يا باشا، اهدى. دي رسالة شحن، مركب ولا اتنين، ولا سكارة اسمنت واحد، ولا سيف حديد يدخل البلد الا عن طريقي انا. اعصابك بس يا باشا، من فضلك اديني فرصه اعرف مين صاحب اذن الاستيراد وطلع لمين بالظبط. والكميه اللي احنا متفقين عليها يطلع لي اذن استيراد باسمي انا و10 اضعاف الكميه كمان. اما العصابه دي بقى فانا هعرف ازاي اتصرف معاهم. انا هطلع لهم الكارت الاحمر اللي يطلعهم بره السوق وبره البلد كلها. من حقك يا باشا. اما فهمي بقى، فهمي ده ليه حساب تاني معايا، حساب شخصي بيني وبينه. الو. ايوه يا جنيدي بيه. جمال وصل، رجالتنا استقبلوه من المطار وطالعين بيه على مكتبي. مبروك. اشوفك. لا بلاش الليله، خلينا على التليفون احسن. المهم تراقبوا الولد ده كويس قوي. بقول ايه يا جنيدي بيه، الظابط اللي اسمه هشام ده
لسه ما قابلش جمال؟ لا 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 يا باشا، مرات جمال كانت مستنياه على باب المطار، خدت الشنطة ومشيت. مع السلامة يا باشا، مع السلامة. شكاكيني فين؟ في ايه؟ بنتك فين يا رسمية هانم؟ جيلان؟ اكيد هنا. جيلان؟ جيلان؟ غير استعباط يا رسمية هانم، بنتك فين؟ هو ايه اللي حصل بالظبط؟ في ايه؟ رسمية هانم، احسن لك تقولي لي بنتك فين والا هوديكوا كلكم بتاع يا نصابين يا حرامية. يا دنيا ليه هز الهوى بيوتنا وليلنا فاضي ليه والعمر هيفوتنا. يا دنيا ليه هز الهوى بيوتنا وليلنا فاضي ليه والعمر هيفوتنا. لو عشنا قد زمان جايز تغيرنا ونرجع الإنسان ونضمه في صدورنا. ليه يا دنيا ليه يا دنيا ليه جوايا بسأل مين الدنيا ولا احنا لعنينا مش شايفين بالمحنة ملامحنا. بسأل مين الدنيا ولا احنا لعنينا مش شايفين بالمحنة ملامحنا. ولسه مش عارفين وبنسأل الدنيا هي اللي شاهدة سنين ومعنا بالثانية. ليه يا دنيا ليه يا دنيا ليه كان ليه يا دنيا ليه واحنا السبب والسر بنجرح بعض ليه وبنبتدي بالشر. كان ليه يا دنيا ليه واحنا السبب والسر بنجرح بعض ليه وبنبتدي بالشر. ردي على صوتنا ردي على سكوتنا وقولي تفرق ايه لو عشنا